الملعب ولع خلاص. شوف اما يمسكوا ببعض هنا الصحفي الزملكاوي عمرو الدرديري بيقول لك ان الاستاذ حسام المندوه هو اللي اعترض على طريقه انشاء واداره شركه الكوره، وده اللي خلى جون ادوارد يغضب ويزعل ويقدم استقالته ويسيبه ويمشي ويطلع على الفيفا علشان يطالب بالشرط الجزائي ال 40 مليون جنيه. وده ايقاف قيد جديد جاي لنادي الزمالك بعد ما يحكم في قضيه جون ادوارد ان شاء الله، ويبقى ايه يتوقف لهم رخصه بقى السنه الجايه معلومه ولا ان بعدها، كمان خلينا نشوف. اللي اعترض لما يقولها على صحفي دي قصه أيوة تانية. طبعا. المعلومه مش اي صحفي. المعلومه المؤكده ان كمان اللي اعترض على شركه الكوره على البنود دي الاستاذ حسام المندوب او الدكتور حسام المندوب امين الصندوق كان معترض. هو الوحيد اللي اعترض. عشان كده لو خدت بالك من القرار والبيان اللي نزله نادي الزمالك قال لك بالاغلبيه، بالموافقه بالاغلبيه. طب انت شايف رايحه على فين؟ رايحه كده على فين؟ اعتقد ان هتتم الموافقه على شركه الكوره، بس الجمعيه العموميه بس الجمعيه العموميه لازم يعرض عليها، وده اللي انا بقوله، يعرض عليها حاجتين مهمين جدا ايه يا حبيبي؟ علشان يوافقوا. قول يا حبيبي. ولا مش هوافق موافقه. قول يا حبيبي الحاجتين. مبهمه كده. قول يا حبيبي. الحاجه الاولى ان الشركتين اللي عملوا تقييم لابد ان تقييم الزمالك يكون مش اقل من 7 مليار او 5 من. بيقول لك يبقى تقييم نادي الزمالك من 5 ل 7 مليار جنيه، وهي الشركات اللي عملت التقييم اصلا قيمتها ب 3 مليار تقريبا، او يمكن باقل من كده بمليار كمان. وسالم الشمسي عرض ان هو ياخدها ب 3 مليار. وطبعا دي القيمه الفعليه لنادي الزمالك. انت نادي ما عندكش الا فرع واحد، وفرع واحد ميت يعني ما 5 ل فيهوش اي 7 خدمات. مليار جنيه يكون تقييم نادي الزمالك، ما يكونش التقييم اقل بكده. ما تقوليش واحد يدفع مليار ولا مليار ونص ويبقى هو ده التقييم شركه الكوره، فواحد يدفع مليار ياخد شركه الكوره. لا اذا كان مديونيه الزمالك مليار. لا انا بتكلم عن بس عايزين يعني أنت نفهمها فاهم بس أقصد الحته إيه؟ بتاعت 7 مليار دي. يعني الشركات اللي قيمت، في شركتين قيموا، شركتين جابهم الزمالك قيموا كويس. قيموا شركه الكوره مثلا لو كان التقييم احنا. ايهاب الخطيب بيقول لي نفسي افهم انت قيمتها 5 ل 7 مليار بناء عن ايه؟ وهنا مهيب بيرد عليه بيقول له انت اصلا عليك مديونيه مليار، انت اصلا عليك رواتب لعيبه ومديونيه للاوقاف ومديونيه للكهرباء ومديونيه للميه ومديونيه للضرايب ومديونيه للحلاقين. انت عليك مديونيه باكتر من مليار. يعني المفروض زي الانديه اللي بتتباع مديونه اللي يجي يشتريها بجنيه، زي الانديه كده لما بتتباع بدولار واحد بس مقابل سد المديونيه، فاللي يجي يشتري نادي الزمالك او يبقى هو رئيس الشركه بتاعت نادي الزمالك علشان يساهم يدفع جنيه واحد فقط مقابل ان هو يدفع المديونات اللي عليكم ويجيب لكم لعيبه ويظبط لكم الدنيا. ده المقابل بتاعها. لكن 5 7 مليار بناء عن ايه؟ هيدفع 5 7 مليار ويجي يقعد بقى في المديونيات ويدفع وايقاف القيد وايقافات القيد اللي لسه جايه وفلوس اللعيبه اللي لسه ما اتدفعتش وفلوس اللعيبه اللي انتوا لسه عايزين تشتروها. طب ده أنا مش هيدفع عارف ده كله التقييم منين؟ إيه؟ لكن لو كان التقييم ده مثلا ب 2 مليار كويس. زي ما بيعلن او بيتسرب بيقول ب تمام. 2 مليار، اذا اللي هيشتري هياخد 50%. تمام. لا انا بستمتع بصعب. طيب. ايه بقى الاصول اللي لا 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 اللي ما- تجيب لا. ال 2 لا مليار لا دي؟ خلينا بس ثانيه واحده بقى. لا استنى، ده اللي بيخلع هيشتري مني. هيشتري لا بمليار لا واحد. لا ده بيخلع مني. ايه الاصول؟ عمرو لو سمحت هولد. خلصت يا استاذ عمرو اللي عندك؟ لسه ما اتكلم انا؟ خلصتش. لسه لا يتكلم. لا مش لا خلاص.